في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن امتى نستخدم وان وامتى نستخدم ذا وامتى ما نستخدمش ولا حاجة منهم. النهاردة هنتكلم عن النطق الصحيح ليهم. كتير مننا بيحتار امتى نستخدم وامتى نستخدم ان، وكلنا سمعنا ان لو الكلمة اللي بعدهم بتبدأ ب A, E, I, O أو U فاحنا بنستخدم ان، ودي معلومة مش مظبوطة لأن عندنا كلمات كتير في الإنجليزي زي our بنستخدم معاها ان، وكلمات زي university بنستخدم معاها الفكرة مش في الحرف اللي في أول الكلمة، الفكرة هي إننا لما بنتعامل مع نطق أي حاجة بنركز على الصوت اللي بنسمعه مش على الحرف اللي بنكتبه. يعني لو الكلمة بتبدأ بصوت متحرك هنستخدم معاها آن حتى لو أول حرف فيها كان حرف ساكن، ولو الكلمة بتبدأ بصوت ساكن هنستخدم معاها حتى لو أول حرف فيها كان حرف متحرك. بالنسبة لذا فهي ليها نطقين. أول واحد ده بنستخدمه لما الكلمة اللي بعد ذا تبدأ بصوت ساكن زي the book, the car. تاني صوت وهو the بنستخدمه لما الكلمة اللي بعد ذا تبدأ بصوت متحرك زي the orange, the apple. لكن ساعات تقدر تستخدم ذا بدل the حتى لو الكلمة بتبدأ بصوت متحرك، وده لأن أهل اللغة نفسهم بيعملوا كده. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا عليه لايك وتعملوا متابعة لصفحتنا عشان تستفيدوا بالمحتوى اللي احنا بننزله عليها.